إنجازات متتالية يحققها الجيش الوطني الشعبي على كل المستويات، سواء ارتبط ذلك بتكوين الأفراد أو بتوفير الوسائل المادية اللازمة، والتي تضاعف من القدرة العملياتية وترفع من كفاءة وسرعة المناورة. في هذا السياق تعكف القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على تزويد مختلف وحداتنا بالوسائل المتطورة اللازمة، وإيمانا منها بأن مستوى التحضير القتالي يرتبط أساسا بالفرد والإمكانيات المسخرة التي تتيح القيام بالأعمال والمهام القتالية على قدر كبير من التحكم. ولأن عامل سرعة نقل الوحدات جوا يعتبر الفصل الحقيقي في نجاح مختلف المهام، كان الدور هذه المرة للقوات الجوية التي تدعم أسطولها الجوي بأضخم حوامة للنقل التكتيكي في العالم، إنها الحوامة العملاقة مي 26 تي 2. نظراً للدور الفعال الذي تلعبه المروحيات العسكرية في تقديم الإسناد لمختلف القوات، جاءت أضخم طائرة مروحية للنقل العسكري في العالم، إنها الحوامة مي 26 تي 2 التي تعد أثقل مروحية للنقل العسكري على الإطلاق. لما لها من خصائص وإمكانيات؟ فهذه المروحية لها قدرات عالية في نقل المعدات العسكرية والمدرعات والجنود بكامل عتادهم وعمليات الإنزال التكتيكية البعيدة. ومن أجل الوقوف على قوة المروحية والتعريف بمهامها وأهم خصائصها، تنقلنا إلى القاعدة الجوية العسكرية واطلعنا عن قرب على هذه المروحية والتكنولوجيا المتفوقة التي تميزها، وكذا الإمكانيات التي تتوفر عليها لتنفيذ عمليات واسعة النطاق والتي تتطلب إبرار قوات كبيرة في مختلف الظروف المعقدة. الحوامة مي 26 تي 2 هي من حوامات النقل الثقيل متعددة المهام، تتميز بتصميم حديث حيث تم تزويدها بأحدث الأنظمة الإلكترونية تماشياً مع الثورة الحاصلة في عالم المروحية العسكرية. تتوفر المروحية على قدرات وخصائص تقنية وعملياتية تمكنها من تنفيذ مهامها بكل فعالية وأمان. تعتبر الحوامة مي 26 تي 2 من الحوامات النقل الثقيل، وتعد الفئة الجد متطورة من الحوامات تماشيا مع تطور التكنولوجيا الحاصل، وهذا من أجل تحقيق المهام المنوطة بها، بحيث يمكنها الطيران نهارا وليلا وفي مختلف الظروف الجوية المعقدة. كما يمكن للمروحية العملاقة نقل شحنات تصل حمولتها إلى 20 طن لمختلف الأنواع من المعدات العسكرية، وهي قادرة على نقل تشكيل قتالي يتكون من 82 فرداً مزودين بمعداتهم القتالية. أما في حالات الإخلاء الطبي الجوي فيمكن لهذه الحوامة أن تنقل 60 شخصاً محمولين على نقالات الجرحى المتواجدة على متنها. وفي إطار مهام الإسناد الجوي، فالمروحية مزودة بتجهيزات تمكنها من حمل مختلف أنواع الزيوت والوقود إلى مناطق ذات التضاريس الصعبة،
لضمان التزويد والتموين على الأرض للطائرات والعربات والمدرعات المقحمة في مختلف العمليات القتالية. كما يمكن للحوامة نقل شحنات خارجية معلقة يصل وزنها إلى 20 طن بفضل نظام التعليق المثبت بها. أما النموذج المخصص لمكافحة الحرائق فهو مزود بنظام لإخماد الحرائق ذو سعة تصل إلى 15,000 لتر من الماء، تستعمل في الغابات أو في المدن. تزامن تواجدنا بالقاعدة العسكرية مع تنفيذ مفرزة للقوات الخاصة تمرينا تكتيكيا على متن المروحية، أين تمثل سيناريو التمرين في تنقل تشكيل قتالي بكل وسائله بواسطة الحوامة إلى منطقة تنفيذ المهمة. يقترب المقاتلون للصعود على متن المروحية بعد تلقي التعليمات اللازمة من طرف قائد المفرزة. يعتبر هذا الاجتماع الذي يتم تحت إشراف قائد القاعدة من أهم المراحل التي ينفذها طقم المروحية قبل الطيران، حيث يقدم الضباط المعنيون عروضاً كل حسب اختصاصه، بدءاً بالضابط المكلف بمراقبة الأحوال الجوية والذي يقوم بإعطاء توقعات حالة الطقس خلال تنفيذ مهمة الطيران. بعدها يقدم الضابط التقني عرضاً حول جاهزية المروحية، ليأتي دور العرض الطبي والذي يبين الحالة الصحية لطقم المروحية ومدى جاهزيتهم لتنفيذ هذه المهمة. ووفقاً للمعلومات التي يوفرها الضباط المعنيون بالاجتماع التحضيري كل حسب اختصاصه، يقوم مدير الطيران بالإعلان عن الجاهزية التامة للأفراد والمعدات لتنفيذ المهمة. بعدها يقوم قائد القاعدة بإعطاء توجيهات وتعليمات نهائية تتعلق أساساً بضرورة تطبيق كافة الاحتياطات الأمنية من أجل تنفيذ مهمة طيران ناجحة. تحضيرات حثيثة لأفراد الصيانة الدورية للمروحية بمستودعات الصيانة، مجهودات جبارة يقوم بها الأفراد التقنيون المتخصصون من أجل ضمان الجاهزية التقنية والعملياتية للأجهزة، والتي تتم بشكل دوري. قبل الطيران يقوم الطاقم بإجراء معاينة سريعة ونهائية لهيكل الحوامة من الخارج، وهي المرحلة التي يشرف عليها قائد المهمة برفقة طاقمه من أجل التأكد من الجاهزية التامة للمروحية. بعد ذلك يعطى أمر الصعود لأفراد القوات الخاصة على متنها. ذيل المروحية المنزلق والباب الخلفي القابل للسحب يوفر إمكانية الصعود على المتن بطريقة سهلة وآمنة، كما يساعد على سرعة التحميل. قمرة القيادة مزودة بشاشات كريستالية ملونة متعددة المهام بوجود كاميرات لمراقبة العملية تحت بدن الطائرة. المروحية لها قدرات عالية في نقل المعدات العسكرية والمدرعات والجنود بكامل عتادهم وعملية الإنزال التكتيكية البعيدة، وهذا بمرافقة تشكيل من المقاتلات الهجومية لاعتراض وتدمير أي تهديد جوي محتمل.
الجميع يعلم مدى العناية التي نوليها للعنصر البشري في المجال التدريبي والتكويني والتحضير القتالي، والجميع يعلم أيضا مدى الخطوات المديدة التي استطاع الجيش الوطني الشعبي أن يقطعها في هذه المجالات جميعها، لا سيما في السنوات القليلة الماضية. وإن أبرز الدلالات التي تشهد على ما نقول هي النتائج المحققة في الميدان أكثر من سعيد، وهي نتائج نعتبرها لابنة قوية نضعها سنة بعد أخرى في صرح تطوير الجيش الوطني الشعبي وتحديد قدراته القتالية بما يتماشى ويتوافق مع العديد من التحديات المختلفة. الحوامة مي 26 تي 2 وبخصائصها الفنية وقدراتها التكتيكية العالية تشكل من دون شك إضافة نوعية لجاهزية قواتنا المسلحة، وأكثر من ذلك فهي تعكس حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على التدعيم النوعي لقوام المعركة، حتى يقوم الجيش الوطني الشعبي بأداء مهامه الدستورية بجدارة واقتدار ليكون في مستوى تطلعات هذه الأمة. نظراً للدور الفعال الذي تلعبه المروحيات العسكرية في تقديم الإسناد لمختلف القوات، جاءت أضخم طائرة مروحية للنقل العسكري في العالم. إنها الحوامة مي 26 تي 2 التي تعد أثقل مروحية للنقل العسكري على الإطلاق. لما لها من خصائص وإمكانيات، فهذه المروحية لها قدرات عالية في نقل المعدات العسكرية والمدرعات والجنود بكامل عتادهم وعمليات الإنزال التكتيكية البعيدة. ومن أجل الوقوف على قوة المروحية والتعريف بمهامها وأهم خصائصها، تنقلنا إلى القاعدة الجوية العسكرية واطلعنا عن قرب على هذه المروحية والتكنولوجيا المتفوقة التي تميزها، وكذا الإمكانيات التي تتوفر عليها لتنفيذ عمليات واسعة النطاق والتي تتطلب إبرار قوات كبيرة في مختلف الظروف المعقدة. الحوامة مي 26 تي 2 هي من حوامات النقل الثقيل متعددة المهام، تتميز بتصميم حديث حيث تم تزويدها بأحدث الأنظمة الإلكترونية تماشياً مع الثورة الحاصلة في عالم المروحية العسكرية. تتوفر المروحية على قدرات وخصائص تقنية وعملياتية تمكنها من تنفيذ مهام كبيرة يقوم بها الأفراد التقنيون المتخصصون من أجل ضمان الجاهزية التقنية والعملياتية للأجهزة، والتي تتم بشكل دوري.
قبل الطيران يقوم الطاقم بإجراء معاينة سريعة ونهائية لهيكل الحوامة من الخارج، وهي المرحلة التي يشرف عليها قائد المهمة برفقة طاقمه من أجل التأكد من الجاهزية التامة للمروحية. بعد ذلك يعطى أمر الصعود لأفراد القوات الخاصة على متنها. ذيل المروحية المنزلق والباب الخلفي القابل للسحب يوفر إمكانية الصعود على المتن بطريقة سهلة وآمنة، كما يساعد على سرعة التحميل. قمرة القيادة مزودة بشاشات كريستالية ملونة متعددة المهام، بوجود كاميرات لمراقبة العملية تحت بدن الطائرة. المروحية لها قدرات عالية في نقل المعدات العسكرية والمدرعات والجنود بكامل عتادهم، وعملية الإنزال التكتيكية البعيدة، وهذا بمرافقة تشكيل من المقاتلات الهجومية لاعتراض وتدمير أي تهديد جوي محتمل. الجميع يعلم مدى العناية التي نوليها للعنصر البشري في المجال التدريبي والتكويني والتحضير القتالي، والجميع يعلم بكل فعالية وأمان. تعتبر الحوامة مي 26 من الحوامات النقل الثقيل، وتعد الفئة الجد متطورة من الحوامات تماشيا مع تطور التكنولوجيا الحاصل، وهذا من أجل تحقيق المهام المنوطة بها، بحيث يمكنها الطيران نهارا وليلا وفي مختلف الظروف الجوية المعقدة. كما يمكن للمروحية العملاقة نقل شحنات تصل حمولتها إلى 20 طن لمختلف الأنواع من المعدات العسكرية، وهي قادرة على نقل تشكيل قتالي يتكون من 82 فردا مزودين بمعداتهم القتالية. أما في حالات الإخلاء الطبي الجوي فيمكن لهذه الحوامة أن تنقل 60 شخصا محمولين على نقالات الجرحى المتواجدة على متنها. وفي إطار مهام الإسناد الجوي فالمروحية مزودة بتجهيزات تمكنها من حمل مختلف أنواع الزيوت والوقود إلى مناطق ذات التضاريس الصعبة لضمان التزويد والتموين على الأرض للطائرات والعربات والمدرعات المقحمة في مختلف العمليات القتالية. كما يمكن للحوامة نقل شحنات خارجية معلقة يصل وزنها إلى 20 طن بفضل نظام التعليق المثبت بها. أما النموذج المخصص لمكافحة الحرائق فهو مزود بنظام لإخماد الحرائق ذو سعة تصل إلى 15,000 لتر من الماء، تستعمل في الغابات أو في المدن. تزامن تواجدنا بالقاعدة العسكرية مع تنفيذ مفرزة للقوات الخاصة تمرينا تكتيكيا على متن المروحية، أين تمثل سيناريو التمرين في تنقل تشكيل قتالي بكل وسائله بواسطة الحوامة إلى منطقة تنفيذ المهمة. يقترب المقاتلون للصعود على متن المروحية بعد تلقي التعليمات اللازمة من طرف قائد المفرزة. يعتبر هذا الاجتماع الذي يتم تحت إشراف قائد القاعدة من أهم المراحل التي ينفذها طقم المروحية قبل الطيران، حيث يقدم الضباط المعنيون عروضاً كل حسب اختصاصه، بدءاً بالضابط المكلف بمراقبة الأحوال الجوية والذي يقوم بإعطاء توقعات حالة الطقس خلال تنفيذ مهمة الطيران. بعدها يقدم الضابط التقني عرضاً حول جاهزية المروحية، ليأتي دور العرض الطبي والذي يبين الحالة الصحية لطقم المروحية،
ومدى جاهزيتهم لتنفيذ هذه المهمة. ووفقا للمعلومات التي يوفرها الضباط المعنيون بالاجتماع التحضيري، كل حسب اختصاصه، يقوم مدير الطيران بالإعلان عن الجاهزية التامة للأفراد والمعدات لتنفيذ المهمة. بعدها يقوم قائد القاعدة بإعطاء توجيهات وتعليمات نهائية تتعلق أساساً بضرورة تطبيق كافة الاحتياطات الأمنية من أجل تنفيذ مهمة طيران ناجحة. تحضيرات حثيثة لأفراد الصيانة الدورية للمروحية بمستودعات الصيانة، مجهودات جبارة. إنجازات متتالية يحققها الجيش الوطني الشعبي على كل المستويات، سواء ارتبط ذلك بتكوين الأفراد أو بتوفير الوسائل المادية اللازمة والتي تضاعف من القدرة العملياتية وترفع من كفاءة وسرعة المناورة. في هذا السياق تعكف القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على تزويد مختلف وحداتنا بالوسائل المتطورة اللازمة، وإيمانا منها بأن مستوى التحضير القتالي يرتبط أساساً بالفرد والإمكانيات المسخرة التي تتيح القيام بالأعمال والمهام القتالية على قدر كبير من التحكم. ولأن عامل سرعة نقل الوحدات جواً يعتبر الفصل الحقيقي في نجاح مختلف المهام، كان الدور هذه المرة للقوات الجوية التي تدعم أسطولها الجوي بأضخم حوامة للنقل التكتيكي في العالم، إنها الحوامة العملاقة مي 26 T2.